هاي، عاملين ايه؟ تعالي اقولك. ايوه انتي، تعالي اقولك هنعمل وصفة النهاردة قمر تحفة. الولاد بيحبوها واحنا ككبار بنعشقها. هاتي نص كيلو لحمة مفرومة زي ما انتي شايفة. ده احنا هنضاعف الكمية بتاعته وهنعمل عظمات عليه، بس هقولك وامشي ورايا. بنشتري بره بالغالي ومش ضامنين معمول ازاي. تعالوا بس بمكونات بسيطة عندك في بيتك هنعمله وطعمه هيبقى تحفة. هنجيب بصلاية كبيرة كده حلوة او اتنين صغيرين وهنفرمهم في الكبة بتاعتنا. وبعدين هنبقى جايبين مج زي بتاع الشاي كده. هنملو فول صويا وهنحطه في مية مدة 5 دقايق بس ونصفيه ونبدأ ان احنا نضربه مع البصلة لحد ما يبقى ناعم. تالت مكون معانا هنجيب نص كيلو اللحمة المفرومة، هنحطه على الفول الصويا وعلى البصل. هنديله فرمة كده عشان المزيج يختلط مع بعضه ويدي معايا التسميغة اللي هي بتاعة البرجر، يبقى ناعم كده ما يبقاش حبيبات عشان ما يتفكش معانا. وهنا بعد ما فرمناه فرمة كويسة جدا وسمغناه كده مع بعض عشان نبدأ نضيف عليه بقية المكونات. خليكي شاطرة كده ودبري ووفري واعملي كل حاجة في بيتك لولادك وفرحيهم بيها. وكل الولاد بيحبوا الأكلات التيك أواي السريعة دي. هنجيب معانا بيضة، وهنجيب معانا التوابل بقى ده بابريكا، فلفل اسمر، ملح، كزبرة. وبنبدأ بقى ان احنا نحط خلطة البرجر ونمزج الخليط ده كويس بقى مع بعض. و4 معالق بقسماط ناعم. نجيب 4 معالق بقسماط ناعم عشان الخليط ده يتمزج مع بعضه كله كده ويبقى عندي مسمغ كده زي ما انتوا شايفين. هو ده القوام المظبوط بتاعه. هبدأ ان انا افرده بقى، ظبطه كده في لو مش عندك القالب بتاع البرجر هنجيب الغطا، اي غطا عندك بتاع علبة هنجيبه. هنبدأ نحط كده زي ما انتوا شايفين الكيس، وبعدين هنبدأ ان احنا دي اكياس تلاجة. ببدأ ان انا افرد بيها كده بالظبط وبيطلع معايا الشكل المدور اي حجم انت عايزاه. بس يفضل المكبس بتاع البرجر بيطلعوا شكله شيك وحلو جدا والولاد بيحبوه، بيبقى زي بتاع بره بالظبط وبيتبسطوا بالشكل بتاعه. قطع معايا كم حلو جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم قوي قوي وموفرة جدا جدا وهتعجب الاولاد. وانتي ضامنة تعمل لهم حاجة نظيفة في بيتك هيتبسطوا بيها ويفرحوا بيها. اتعبوا شوية بس بجد بجد لو تعبتوا هتعملوا احسن حاجة في البيت، هتفرحوا للولاد وهتوفروا جدا في فلوسكم وميزانيتكم. ولو عجبكم الفيديو واستفدتي منه ما تنسيليش بلايك وشير ودعوة حلوة وتقولي من اي مكان بتتابعوني. شايفين انا بضغط عليها ازاي بالمكبس اهو كده تبقى جاهزة. ولما باجي اقليها بقليهاش في زيت غزير، يا دوبك زيت بسيط كده، بقليها في زيت بسيط